تعالوا نعمل مع بعض شوية تفريزات لرمضان. يلا بينا. التفريزات اللي انا هشاركها معاكم كلها افكار صحية، كمان افضل ان احنا نتجنب الحاجات المحمرة في رمضان علشان ما نعطش. هقول لكم ازاي نعمل اكل صحي ويكون طعمه لذيذ جدا للفطار والسحور. اول حاجة سمبوسك الفراخ في الفرن. في طاسة على النار حطيت معلقة من السمنة ونزلت شوية من الفلفل الألوان والفلفل الأخضر وشوحتهم، وبعدين حطيت فراخ مسلوقة ومقطعاها صغير جدا وتبلتها بتوابل هسيبها لكم في الكابشن، وبعدين قلبت الفراخ كويس وحطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا ممكن تشيدر. أهم حاجة تكون لبن طبيعي عشان تكون صحية. رشة كده من حبة البركة، وحطيت كمان رشة من الهوت صوص ورشة من الباربيكيو صوص وقلبتهم، وكده الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة. وبعدين هجيب عجينة السمبوسة بتاعتي، واهم حاجة نغطيها كويس بفوطة طول ما احنا شغالين علشان ما تنشفش. وبعدين هبدأ ألفها كده اعمل زي طبق صغير يسهل عليا الحشوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بالمعلقة كده هبدأ ان انا احشي الطبق اللي انا عملته بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهحشي كده كويس. انا عارفة الناس بتختلف تقول عليها سمبوسة ولا سمبوسك، بس انا بالنسبة لي الاختلاف ان السمبوسة اللي في الفرن بيكون طعمها احلى كتير من اللي في الزيت. وبعدين بعد ما قفلتها جبت دي عجينة عبارة عن دقيق ومية، هقفل اخر طرف من السمبوسة يعمل زي صمغ كده يلزقها كويس. وكده ابقى انا خلصت السمبوسة بتاعتي، والعجينة دي مهمة جدا عشان السمبوسة بتاعتنا ما تفتحش. وبعدين حطيتهم في كيس وكتبت عليها وهشيلها في الفريزر. وبعدين عشان نسويها بمسحة من زيت الزيتون هدخلها فرن درجة حرارة 180. اول ما تاخد لون من تحت هقلبها على الوش اللي فوق، بتبقى كريسبي وطعمها جميل جدا. بالنسبة لي السمبوسة اللي في الفرن طعمها احلى كتير من اللي في الزيت، اخف والذ. وهجهز كمان شوية من الصلصة، جبت طماطم ضربتها في الخلاط واحطها في حلة على النار لحد ما تتسبك ولونها كده يبقى غامق. وبعدين هبدأ اشيلها في اكياس وهكتب عليها واشيلها في الفريزر كده لما عاوز اعمل اي نوع من انواع الخضار. الطماطم عندي هتكون جاهزة. الحاجة اللي بعد كده بطاطس، جبت حلة على النار فيها مية سخنة تكون بتغلي، حطيت معلقة من الخل، جبت بطاطس قطعتها كأني هحمرها في الزيت بالظبط، وبعدين سلقتها. عدوا بالظبط 3 دقايق او دقيقتين كمان وشيلوا البطاطس. واول ما شلتها حطيت عليها معلقة من زيت الزيتون علشان لونها ما يغيرش في الفريزر. وبعدين هبدأ ارصها كده في كيس بالراحة. البطاطس دي بعملها في الفرن مقرمشة بدل البطاطس المحمرة، بتبقى تحفة في الفطار او في السحور، بتبقى خطيرة. الحاجة اللي بعد كده سلقت بطاطس كويس جدا لحد ما بقت مهروسة، وفي الفطار ممكن نستخدمها ان احنا نعملها صينية بطاطس بيوري. واعمل كمان شوية بصل فرمتهم، انا استخدمت 4 بصلات قسمتهم. وكده لو عايزين نعمل اي نوع من انواع الخضار هيكون جاهز في دقايق. عندنا الطماطم والبصل. الحاجة اللي بعد كده عجينة الطعمية. في محضرة الطعام حطيت نص كيلو من الفول المدشوش نقعاه 8 ساعات، وشوية من التوابل وضربتهم كويس. هتلاقوا التفاصيل بالظبط في وصف الفيديو. وقسمتهم كده على كيسين هخليهم لسحور رمضان. الطعمية لو عملناها في الفرن مسحة من زيت الزيتون من افضل انواع البروتين، بتشبع لوقت طويل ومش هتخلينا نحس بالعطش. بحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق وبس كده. انجوي.